قعدت افكر كده، يعني في طريقة لعب تكون مناسبة لامكانيات وقدرات اللعيبة عند النادي المصري، وتقدر ان انت تستفيد من خلالها باكبر كم وعدد من اللعيبة المميزة داخل ارضية الملعب، ويبقى عندك برضو اوراق وكروت بديلة موجودة على مقاعد البدلاء تقدر تستخدمها في اي وقت من الاوقات على حسب احتياجاتك للماتشات. فلقيت ان طريقة 3-1 2-3-1 هي افضل طريقة لعب يقدر النادي المصري يستفيد منها بشكل غير طبيعي، ويغطي من خلالها المشاكل والدفوهات الكبيرة اللي كانت موجودة عنده، سواء بقى في خط الظهر بالنسبة للمدافعين او حتى النقص اللي كان واضح جدا بالنسبة للشراسة الهجومية. فبالتالي على حسب المسمى، الطريقة دي ممكن في المسمى المعتاد بتاعها بتبقى اسمها 3-5-2، بس التوظيف بتاع اللعيبة بيختلف شوية. هجوميا هيبقى عندك مميزات كتيرة زي ما انت شايف، تحركات هتلاقي فيها تبادل بشكل رهيب، وهيكون فيها مميزات ومرونة غير طبيعية عن طريق بقى الشامي وميدو جابر والجلاصي وغلاس قناوي، كلهم عندهم سرعات وعندهم مهارة يقدروا ان هم يشتغلوا بيها بشكل كويس. هتبقى مأمنهم بتلاتة في نص الملعب، حسين السيد كجناح وفي نفس الوقت بيخدم مع ايزي ايميكا، ونفس الكلام بالنسبة لسمير فكري كجناح وبيخدم مع ايزي ايميكا. وبالتالي تبقى انت هنا شغلت الاظهرة اللي موجودة، لان الكلام ده ما كنتش بتشوفه لا من كريم العراقي ولا حتى حسين السيد. حسين السيد نوعا ما كان بيحاول شوية بس برضه بيبقى غصب عنه. وفي الجانب الاخر، ودي كانت المشكلة المعتادة، منطقة عمق الملعب بقى تقفلها بشكل رهيب من خلال الثلاثي اللي بيلعب ورا، وقدامهم طبعا ايزي ايميكا. وان انت من هنا اديت حريه كبيره لحسين السيد، لان هيبقى في ظهره احمد ايمن منصور، واحمد ايمن منصور اصلا في الاساس كان باك شمال، فهتبقى ضربت عصفورين بحجر. ونفس الكلام الناحيه التانية، باهر المحمدي في الاساس كان باك يمين، فتبقى اديت حريه كامله وامنت سمير فكري ان هو يروح ويشتغل بالسرعه والمهاره والمعدلات البدنيه اللي تساعده ان هو يشتغل لوحده على الخط. وبرده عمق الملعب انت قفلته بشكل رهيب عن طريق عمرو موسى، ان هو اصلا برضو كان لعيب نص ملعب وقدامه ايزي ميمكا. فيبقى انت جمعت توليفة غير طبيعية، قدرت من خلالها تاخد النتاج اللي انت شايفه او الشيب والشكل اللي انت شايفه قدامك ده، ان انت بتلعب بتلاتة في خط الظهر، قدامهم لعيب ديفندر رقم 6، لعيب كورة وبيدافع كويس وبيتمركز كويس وبيقدر ان هو يطلع الكرة من رجله بشكل سليم. ومن الافضل بقى ان انت عندك كمان اتنين قدامه في نص الملعب، سواء سمير فكري او حسين السيد، وانت معاك الكوره بيطلعوا على الاطراف، وانت ما معكش الكوره بيضموا لجوه. وهيبقى قدامهم الثلاثه اللي انت شايفهم، غلاس قناوي وميدو جابر طبعا والياس الجلاصي. وفي الحته اللي قدام اشتغل محمد الشامي بقى بالتحركات بتاعته المميزه. لو المصري اشتغل بالشكل ده، اعتقد ان هو هيفرق معاه بشكل رهيب يعني.